التعادل اليوم باي حال من الاحوال، لكن امتحان مهم لزهير اللي نتمنى له التوفيق. طبعا هذه الكره زهير الذواتي يا عادل، قلت لك يوم الامتحان هذا كنا نتكلموا عليه، يكرم المرء او يهان، وزهير الذواتي على طول يعني ما استنانيش الذواتي، ما استنانيش وانا ما استنيتوش، ونقول له بارك الله فيك على ردة الفعل الجميلة، ما استنيناش بعضنا، جات بطبيعتها عادل السليمي والذواتي، يعني كما قلنا اليوم في ملعب رادس لإثبات الذات وللعودة كأحسن ما يكون. رائعة جدا، رفع الكرة بالحارس شريف إكرامي، والنادي الإفريقي يعني يدخل في سيناريو حالم. النادي الإفريقي يتقدم 1-0 منذ الدقيقة السابعة مع تحيات زهير الذواتي. تكلمنا عليه، قلنا ان الذواتي قادر انه يرجع في الصورة ويرجع يعطي. يلزم التركيز ويلزم طبعا الاستبسال، حذاري من هذه الكرة، وهناك تسلل يبدو، لا يتم احتساب الهدف، هدف التعادل للأهلي المصري. طبعا تقريبا نصف ساعة، هذه هي فيها وعليها على مستوى التسلل، اعتقد هدف. هذه هي من حسام غالي ذهبية، وخبرة حسام غالي، الكرة كانت بينية يعني، عملها مع شارك منفير وسجل. التوزيع والرأسية والهدف الثاني هذه تشبه للمحايسي والسليمي. الهدف الثاني من نادر الخندري، والافريقي يرجع من بعيد، ومن بعيد هذه يعملها عادل السليمي ولطفي المحايسي، وعملها معهم سامي النصري، والافريقي عقليه. هذا اللي نتكلموا الافريقي عقليه، الافريقي ما يرميش المنديل، ما يضيعش، دائما نمر بحدودنا. احنا كنا تكلمنا ان النادي الافريقي قادر على مخالفات وقادر انه يسجل، وهذا اللي هو بالعزيمه بالاصرار. الكره تعطيك حقك، مش محتاجين النادي الافريقي انه يلوج على ضربه جزاء، هذا هو النادي الافريقي. ما نلوجوش على بينالتي، وما نلوجوش على يعني